الناس بتكسر المرايات عشان بتجيب حظ وحش. أنا كسرتها عشان كانت بتجيب لي حظي الوحش، عشان كانت بتوريني حقيقة كنت بحاول أهرب منها طول عمري. خلونا نبدأ من أول الحكاية. نور كانت عايشة في قريتها بهدوء وطمأنينة، مش من الناس اللي بيدوروا على الأضواء ولا بتحب تبان قدام الناس كتير، بس كانت إنسانة طيبة وحبوبة من كل اللي يعرفوها. نور كان عندها صاحبة غالية عليها قوي زي الأخت بالظبط، اسمها سارة. الاتنين كانوا سوا من زمان، يشاركوا بعض كل حاجة، الفرح والحزن، الأحلام والأمنيات. وكان عند نور إيمان جواها إن الجمال مش بس في الشكل الخارجي، كانت بتحاول دايماً تركز على جمال الروح والقلب الطيب. أيوة، هي عارفة إن شكلها مش زي البنات اللي بنشوفهم في التلفزيون أو الإعلانات، بس كانت متصالحة مع نفسها. كانت بتفتكر إن لما الواحد بيحب نفسه ويقدرها، الناس كمان هتحبه وتحترمه. يوم من الأيام جت سارة النور وقالت لها: يا نور يا حبيبتي، انتي عارفة إن في ناس جايين يخطبوني بكرة، وماما مضغوطة شوية من التجهيزات، ممكن تيجي تساعديني؟ نور ما ترددتش ثانية واحدة، قالت لها: طبعا يا سارة، احنا اخوات وده أقل حاجة أعملها لك في يوم فرحك. وصباح اليوم ده راحت نور لبيت سارة ولبست أحسن هدومها، مش عشان تتباهى ولا حاجة، بس احتراما للضيوف والمناسبة. كانت بتساعد سارة ومامة سارة في ترتيب البيت وتحضير الحلويات والشاي، والجو كان حلو وكلهم فرحانين. لما وصل وقت الضيوف وسمعوا صوت العربية بتقف قدام البيت، مامة سارة كانت لسه مش خلصت من اللي بتعمله، فقالت لنور: يا بنتي، ممكن تستقبلي الضيوف لحد ما أنا وسارة نخلص؟ انتي عارفة إنك زي بنتي بالظبط. نور رغم إنها خجولة قوي قدام الناس الغربة وافقت من غير تفكير. قالت جوه نفسها: ما أقدرش أخذل سارة في اليوم ده. دخلت على الضيوف وهي مبتسمة ابتسامة حلوة من القلب، مرحبة بيهم بكل احترام وحب. بس فجأة لاحظت إن الجو اتغير خالص، الوجوه اتكشرت والناس بقت ساكتة وكأن حاجة وحشة حصلت. خاصة الشاب اللي كان جاي يخطب سارة كان بيبص لنور نظرة والله ما أقدر أوصفها لكم، نظرة فيها استنكار واشمئزاز، كأنه شايف حاجة مؤذية قدامه. نور حاولت تتجاهل النظرات دي وقامت عشان تسلم على الضيوف زي ما الأدب يقتضي، بس أم الشاب وقفتها وسألتها: هو أنتي الفتاة المقصودة؟ نور قالت لها: لا يا طنط، أنا صاحبة سارة، جاية أساعد صاحبتي العروسة. أم الشاب ارتاحت ارتياح مش طبيعي وقالت بصوت عالي: الحمد لله، والله أنا خفت قوي، فكرت إن اللي قالولنا على البنت إنها جميلة يا إما بيكدبوا علينا يا إما نظرهم وحش. تخيلوا يا جماعة إزاي نور حست في اللحظة دي، كأن الأرض اتشققت تحت رجليها، بس عشان ما تكسفش أهل البيت فضلت مبتسمة وعملت كأن ما سمعتش حاجة. بس أم الشاب كملت وقربت منها وقالت لها بصوت واطي: أرجو إنك ما تزعلكش من صراحتي، بس أنا لازم أقولك الحقيقة، ملامحك مش حلوة خالص ومش ممكن تبقي عروسة لأي حد، ولو عايزة نصيحة من واحدة كبيرة وعندها خبرة، ما تبتسميش بالطريقة المضحكة دي وخبي وشك عن الناس، ده أحسن لك وأحسن عشان ما تتكسفيش. يا جماعة، والله لو انتوا مكان نور في اللحظة دي كنتوا هتعملوا ايه؟ البنت حست ان قلبها وقف عن الخفقان، حست ان كل حاجة جميلة كانت مؤمنة بيها عن نفسها اتكسرت في ثانية واحدة. نور كملت خدمة الضيوف وخلصت اليوم ده من غير ما تبين لحد ايه اللي حصل لها جواها، بس جواها كان في زلزال مدمر بيحصل. رجعت بيتها في نفس اليوم وقفلت على نفسها في أوضتها وبدأت تبص في المراية، وللمرة الأولى في حياتها شافت نفسها بعيون أم الشاب ده، شافت الوش القبيح اللي الست دي كانت بتتكلم عليه. من يومها نور ما خرجتش من البيت خالص، ما بقاش ليها أي رغبة تشوف الناس أو تتكلم مع حد. كسرت كل المرايات اللي في البيت عشان ما تشوفش نفسها تاني. أهلها ابتدوا يقلقوا عليها. سارة كانت بتحاول تفهم إيه اللي حصل، بس نور ما كانتش عايزة تتكلم مع حد. كانت بتقول لنفسها: أنا كنت بكذب على نفسي طول الوقت، كنت بحاول أقنع نفسي إني حلوة عشان الناس تشوفني حلوة، بس الحقيقة هي الحقيقة، أنا وحشة ومش ممكن أي حد يحبني أو يقبلني. البنت دي حولت حياتها لسجن، ما بقاش ليها أحلام، ما بقاش ليها أمل، ما بقتش بتفكر في جواز أو أطفال أو مستقبل. كل اللي كانت بتفكر فيه إزاي تخبي نفسها عن العالم. حبايبي، القصة دي مش مجرد حكاية حزينة، دي رسالة لكل واحد فينا، إزاي كلمة واحدة، نظرة واحدة تقدر تدمر إنسان كامل. نور دي مش حالة استثنائية، في آلاف البنات والولاد اللي بيعيشوا نفس الألم ده كل يوم بسبب نظرة المجتمع القاسية، بسبب المعايير الصعبة اللي الناس حطاها للجمال.
الحقيقة إن الجمال الحقيقي مش في الشكل، الجمال في الروح الطيبة، في القلب الأبيض، في إزاي الواحد بيعامل الناس. نور كان عندها كل ده، بس كلمة واحدة وحشة خلتها تنسى كل ده. وإحنا كمان لازم نفتكر إن كل كلمة بنقولها للناس ممكن تبني أو تهدم، ممكن تبدي أمل أو تاخده، ممكن تخلي حد يحب نفسه أكتر أو تخليه يكره حياته. فيا ترى إحنا هنتعلم من القصة دي إيه؟ هنفضل نحكم على الناس بشكلهم ولا هنبدأ نشوف الجمال الحقيقي اللي جوه كل واحد فينا؟ قولولي رأيكم تحت في الكومنتات وساعدونا نوصل صوتنا لكل واحدة حاسة إنها لوحدها. يمكن قصتك تكون النور اللي ينور طريق بنت تانية.